السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. الشهيوة ديال اليوم بلدية، وهي صفة مدفونة بالدجاج والشعرية. كتجي رائعة لذيذة جدا، الكل راه كيعرفها، غنية عن التعريف. غادي نقدمها لكم بطريقتي ان شاء الله، مع الطريقة ديال التفوار ديال الصفة بدون ما تعجن وبدون مشاكل. اذا تابعوا معايا الفيديو الى النهاية. الا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة، مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والانضمام الى المجموعه على الفيسبوك، راه تلقاو الرابطه ديالها في صندوق الوصف. بسم الله على بركه الله. نبداو. غادي نحتاجو طريفات ديال الدجاج، الكميه اللي بغيتو على حساب عدد الافراد. فانا استعملت دجاجه قل شي شويه، تقريبا حيت غير النص ديال الصدر وجهه ديال العنق والجنحين. عندي هنايا بصله مشلضه بحال هكا، تكون شي شويه بالزيت. استعملت 3 ديال البصلات، 2 دريسات ديال الثومه محكوكين، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقردين، شي شويه ديال الزبيب، شويه ديال الزيت. لكم الاختيار، البلديه ولا الروميه العاديه، ولا تخلطوا بيناتهم بجوج. وبالنسبه للعطريه عندي سكينجبير، الخرقوم البلدي، البزار، شويه ديال القرفه، 2 عويدات ديال القرفه، وعندي شي شويه ديال الملحه، واحد الطوبه ديال السكر باش غادي نعسل في الاخير. ممكن تعوضوها بالعسل اولا تقريبا معلقه ونص ديال سنيده. هادشي بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوها باش نطيبوا الدجاج والمرق ديالو. اذا غادي ناخذوا الكوكوط اولا غير طنجره عاديه فاش غادي نطيبوا الدجاج، وغادي ندير فيها البصله والثومه، وغادي نزيد طريفات ديال الدجاج، وندير الزيت. بالنسبه للعطريه غادي نخلي ديك القرفه حتى الاخر، غادي ندير عويدات القرفه وباقي العطريه والملحه، وغادي نحتفظ بالسكر والقرفه غبره حتى الاخير باش نعسلو. وغادي ندير كلشي فوق العافيه يتشحر شي شويه، وهذاك الدجاج يتشرب هذيك العطريه مزيان. عاد نزيدو عليه الماء ونخليوه يطيب. بالنسبه للصفه فغادي نحتاجو شويه ديال الصفه شعريه، هذه الرقيقه راه خاصه ديال الصفه. كاين شي شويه ديال الزيت، شويه ديال الزبيب مرطبه في الماء، ولا الا بغيتو ترطبوه في الماء ديال الزهر، شويه ديال السكر حبيبات ولا سنيده، شويه ديال الزبده والملحه. وبطبيعه الحال غادي نحتاج شي شويه ديال الماء، ولكن ماشي في هذه المرحله. اذا دابا غادي ناخذ غير الشعريه والزيت باش ما كتعجنليش هذا الشعريه، لانها بسرعه كتعجن. فاول تفويره غادي ندهنها غير بالزيت ونفورها، هذا هو السر باش كتجينا، باش ما كتعجنش وكتجي كتجي زوينه. اذا اول تفويره بالزيت، ومن بعد نبقاو نديروا الماء، وفي كل تفويره كنزيدوا شي شويه ديال الزيت والماء، غير شي شويه ما كنكثروش باش ما كتعجنش. اذا غادي ندير شويه الزيت في الاول، قياس واحد ملعقتين كبار تقريبا، وغادي نحاول ندهنها كامله هذيك الزيت، نقلبها مزيان. البرمه عندي دابا فيها الماء سخون، وبين قوسين البرمه دائما كنرميو فيها واحد طريف ديال الحامض ولا طريف ديال المطيشه ولا شي شويه ديال الخل، شي حاجه اللي فيها شويه ديال الحموضه باش ما كتكحالش. اذا صافي انا دهنت الشعريه كلها بالزيت مزيان، وغادي نديرها في الكسكاس ونديرها تفور حتى كتطلع عليها التفويره. تقريبا تاخذ لي واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه بحال هكذا. هيا البصله هبطات وتلقات داك الماء ديالها، والدجاج تقلى شي شويه وشرب هذيك العطريه مزيان. دابا غادي نزيدو الربيع وغادي نمرقو. دائما كنحاولوا نمرقو بالماء يكون مغلي احسن من انه يكون بارد.
اذا غادي نزيدو غير شويه القياس اللي طيبنا فيه الدجاج، وغادي نسدو عليه الكوكوط ونخليوه يطيب. عندي كذلك الشعريه كتفور. صافي هي الصفه تفورات لي التفويره الاولى ديال الزيت فقط. غادي نزيد عليها دابا الملح. بالنسبه للكميه ديال الصفه فانا استعملت 750 غرام كيلو الا ربع. والماء غادي نبدا نزيد اي شويه بشويه بحال غير كنرشها، لان هي الا خوينا عليها الماء بزاف فكتعجن. شويه بشويه تقريبا غادي ندير غير واحد نص كاس. وفي نفس الوقت غادي نزيد واحد الرشيشه ديال الزيت وغادي نخلطها. ملي نخوي داك الماء ما نخليهش يهبط لتحت ونتعطل عليه في البلاصه، خصني نحرك، لانه الا هبط لتحت وبقى في هذيك الشعريه اللي تحت غادي تعجن، كيولي اللون ديالها ابيض. اذا غادي نحركها مزيان حتى كلها كتشرب هذاك الماء، وغادي نرجعها تفور للمره الثانيه. انا ساليت التفويره الثانيه، غادي نعاود نفس المراحل مره اخرى. كنرش بشي شويه ديال الماء، اذا تقريبا نص كاس او شويه اكثر، والقليل من الزيت، وكنحركها. هي تفويره على تفويره كتبان لكم كتنزل كيدخلها الطياب مزيان. وغادي نرجعها مره اخرى تفور التفويره الثالثه. صافي ها هو الدجاج طاب، حيدتو صفيتو من ديك المرقه وخليت المرقه ها هي. اذا غادي نخليها توقف، ولكن قبل غادي نزيد عليها هذاك الزبيب والقرفه والسكر، وغادي نخليها توقف مزيان وتعسل. وهذا الدجاج غادي نفرتو، اللي بغى يخليه هكا طريفات صاينين يخليهم. انا غادي نفرتو باش كيجي اسهل في الماكله انه يكون منقي، الواحد بلا ما يبدا ينقي عادي ياكل. صافي انا ساليت التفويره الثالثه. اذا هانتوما شوفوا ما كتعجن ما حتى شي حاجه. غادي نزيد لها دابا عاوتاني شويه د الماء وشويه د الزيت ونرجعها تفور التفويره الرابعه. انا كندير لها 5 د التفويرات، ولكن كيف ما شفتوا فالماء ما كنديرش بزاف، غير شويه. كاين اللي كيدير غير 4 د التفويرات وكيكثر لها شي شويه الماء، ولكن انا كنقول تفويره زايده ونضمنوا انها ما تعجنش، احسن من اننا نبغيو نختصروا ونصدقوا صدق تعجن لينا، ما كتجيش زوينه وكتبدا كتلصق. من الاحسن 5 د التفويرات وشي شويه د الماء. اذا هنا زدت شويه د الماء تقريبا كالعاده نص كاس او لا اكثر شي شويه، وشي شويه د الزيت، ضروري من الزيت في كل تفويره باش ما تعجنش. وغادي نرجعها ندير التفويره الرابعه. اذا صافي هنا وصلت للتفويره الاخيره. دابا غادي نزيد داك الزبيب نكون صفيته من الماء ولا الماء الزهر اللي رطبته فيه، وغادي نزيد مره اخرى شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت، ونخلط ونرجعها تفور اخر تفويره. اذا صافي هي الشعريه ديالي طابت، الزبيب كذلك طاب، فالطياب ديالها هو هذا هانتوما تشوفوا طيبه مزيان ما معجناش، وداك الزبيب كيزيدها واحد التعسيله زوينه. اذا في الاخير غادي نضيف شويه ديال السنيده، تقريبا 2 معالق كبار ولا سكر ثقيل اللي بغيتو، شويه الزبده تقريبا معلقه كبيره ونص. اذا وغادي نخلط. هذيك المريقه هي من بعد ما تعسلت مزيان وقفت. اذا صافي انا طفيت عليها وخديت شي شويه منها درتو هكا في مقيله، وغادي نزيد عليه هاد الطريفات ديال الدجاج باش غادي يسخنوا حتى هما يشربوا من ديك التعسيله شي شويه. اذا دابا صافي غادي نبدا التقديم. غادي ناخذ نصف ديال الكميه ديال الصفه
غادي نسرحها مزيان في طبق التقديم. حنا غادي نقدموها يعني بالطريقه البلديه العاديه، فإلا كنتو باغيين طرق اخرى فراه ممكن كاينين. كتقدم مثلا تعمروها في داك المول اللي كيتحل، كيكونوا باشكال مختلفه، كتجي بحال الشكل ديال الطاخ تقريبا. كاين بزاف الاقتراحات، حنا نديرو الشكل البلدي. اذا فكن ندير السفه لتحت، فوق من السفه غادي ندير المريقه المعسله ديال البصله والدجاج، مريقه رائعه خاطره ومعلكه. غادي نوزعها على السفه كامله. وفوق من المرقه غادي ندير طريفات الدجاج، حتى هما عاود سخنتهم وتا هما تشربوا هذيك التعسيله ديال المرقه. ونسرحو حتى هو. بالنسبه للشعريه فراه ما كنغطيهاش فاش كتكون كتفور، كنخليها غير هكذاك. مره خذوا هكا معلقه ديال الخشب وحركوها وهي في وسط من الكسكاس باش كلها توصلها البخار بسرعه، تاخذ لكمش بزاف الوقت، وفي نفس الوقت ما تعجنش غير ديك اللي لتحت، يعني كلها يوصلها الطياب مره واحده. اذا دابا غادي نعاود نغطي الطبقه الثانيه ديال الصفه. وبالنسبه للتزيين فغادي نستعمل شويه ديال التمر عمرته بالكركاع، شويه ديال القرفه، شويه ديال اللوز سلقته فسختو حمرته، حبات خليتهم هكا وافين والباقي طحنته، وشي شويه ديال الكركاع. اذا هنا في الوسط غادي ندير قليل من اللوز هكا مهرمش بحال هكذا، وندير خطوط ديال اللوز. اذا غادي نكمل باللوز مهرمش حتى هنا مع الجناب. ممكن الا بغيتو تستعملوا سكر ثقيل، انا ما بغيتش نستعملو، بالنسبه ليا كافيه ديك الكميه ديال السكر اللي خلطت في الصفه. كنتو كتبغيوه اكثر فترافقوه بسكر ثقيل، وممكن تزينوا به في الوجه كذلك. اذا صافي انا دورت عليه اللوز مع الجناب كاع. دابا غادي ناخذ هاد الحبات ديال التمر وغادي نحط بحال هكا جوج حبات بهذا الشكل. اذا بحال هكذا، ونزين بخطوط ديال القرفه. لكم كامل الاختيار في التزيين، فهذا مجرد اقتراح بسيط. والحبات ديال اللوز غادي نديرهم بحال هكذا هنايا في هاد الفراغات. وهذاك الكركاع اللي بقى غادي نعمر به هكذا بالتمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفه المدفونه ديالنا. تزيين جد بسيط كما سبق لي قلت، لكم الاختيار الا بغيتو تبدعوا اكثر في التزيين. في المذاق راه كتجي رائعه جدا. هانتوما تشوفوا الصفه طيبه مزيان ما معجناش، وهذيك المريقه ديال الدجاج معلكه ولذيذه. كنصحكم تجربوها. كنستنى الاراء ديالكم في تعليقات. اللي عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم.
وما تنساوش الاشتراك الا كنتو باقين ما اشتركتوش. فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ومرحبا بكم في المجموعة على الفيسبوك، الرابط ديالها في صندوق الوصف، والمكونات دائما كالعادة غتلقاوها في صندوق الوصف.